أهلا بيكم في بودكاست جديد للأكاديمية الدولية للعلوم النفسية. معاكم محمد نبيه، أخصائي إرشاد ودعم نفسي، دراسات عليا في علم النفس، ومدرب معتمد من العديد من الجهات المصرية والعربية والدولية في علم النفس والتنمية البشرية. تخيلوا معايا المشهد ده: أم قاعدة مع ابنها الكبير بتذاكر، الصغير دخل فجأة يبص يسمع الضحكة يشوف الحضن ويخرج ساكت، وبعد نص ساعة يروح يقول لبابا: ماما قالت انك ما بتفهمش حاجة في المذاكرة. البيت يتكهرب، الأم تتصدم، الطفل الكبير يتوتر، والصغير واقف بعيد عينه بترصد النتيجة. هو ليه عمل كده؟ ليه فجأة بقى بينقل الكلام؟ ليه بيألف؟ الحلقة دي مش عن الكذب بس، دي عن الغيرة. الشعور اللي قليل لما بيتفهم صح بيبقى طبيعي، وكتير لما بيتساب من غير وعي بيولع البيت. آدم كان هو الطفل الوحيد 6 سنين، البيت كله ليه، الحب كله ليه، الاهتمام كله ليه. وبعدين جه أخوه الصغير، الناس طالعة داخلة بالهدايا: مبروك البيبي، شوفوا القمر ده شبه ماما. آدم واقف بيضحك، بس جواه حاجة بتضغط. بعد شهرين بدأ يقول: البيبي بيعضني، هو اللي وقع الكوباية، هو قال لي انتي مش بتحبيني. الطفل عمره 2 سنين، مش بيتكلم أصلا. آدم مش بيكذب علشان شرير، آدم بيصرخ من غير صوت: أنا فين؟ أول نقطة لازم نفهمها: الغيرة بين الإخوات طبيعية جدا. حتى في علم النفس التنافس بين الإخوات موجود من أول ما الطفل يبدأ يقارن نفسه بغيره. المشكلة مش في وجود الغيرة، المشكلة في تجاهلها. لما الطفل يحس إن مشاعره مرفوضة هيطلعها بشكل سلوك، وساعات السلوك بيبقى كذب، تأليف، نقل كلام، أو توقيع بين الناس. نحكي مشهد من بيوت كتير: الأم تقول: عيب، ده أخوك لازم تحبه. الطفل يهز راسه، لكن جواه صوت بيقول: بس أنا مش بحبه دلوقتي، أنا زعلان. إحنا بنطلب منه ينكر إحساسه، فلما الإحساس يتمنع يتحول لسلوك. طيب نتصرف إزاي؟ أول حاجة، اعترف بمشاعره. لما يقول أنا بكره أخويا ما تتصدمش، قول: حاسس إنك متضايق منه قوي، صح؟ الاعتراف بالمشاعر مش موافقة عليها، هو بس فتح باب. تاني حاجة، وقت خاص لكل طفل، حتى لو 15 دقيقة كل يوم، من غير موبايل، من غير أخوه، من غير مقاطعة. الوقت الخاص بيقول له: انت ليك مكان ثابت، مش اتبدلت. تالت حاجة، بلاش مقارنة. شوف أخوك مؤدب إزاي. الجملة دي كأنك بتحط بنزين على نار. كل طفل لازم يتحاسب بمعياره هو، مش مقارنة بغيره. مريم كانت دايما تنقل كلام بين مامتها وباباها: بابا قال إنك عصبية، ماما قالت إنك مش بتسمع الكلام. الموضوع كبر. في جلسة الإرشاد اتسألت: انتي بتحبي لما ماما وبابا يزعلوا؟ قالت: لأ، بس لما بيتخانقوا بياخدوني في حضنهم علشان أهدى. شوفوا الرسالة، هي مش عايزة خناقة، هي عايزة احتواء. هو ايه الفرق بين الاحتواء والتساهل؟ الاحتواء معناه افهم احساسك، اما التساهل معناه اسيب السلوك من غير حدود. لازم الاتنين مع بعض. لو لفق قصة نقعد بهدوء، نكشف الحقيقة، ونخليه يصلح الغلط بس من غير إسلام. دلوقتي هنعمل تمرين عملي اسمه كرسي المشاعر. مرة في الأسبوع كل طفل يقعد على كرسي ويقول ايه اللي مضايقه من أخوه، من غير مقاطعة، من غير سخرية، علشان المساحة دي بتقلل الانفجار. يعني الغيرة حاجة عادي كده، امال امتى نقلق؟ لو الغيرة وصلت لأذى جسدي متعمد، أو تشويه سمعة مستمر، أو متعة واضحة في إيذاء الآخر، ساعتها محتاجين تدخل متخصص. الإخوات مش لازم يحبوا بعض طول الوقت، لكن لازم يتعلموا يحترموا بعض. والطفل اللي بيغير هو طفل بيحب بس خايف يخسر مكانه. طمنوه، أكدوا له إنه مش قابل للاستبدال، وإن الحب مش بيتقسم، الحب بيتضاعف. قبل ما تقفلوا الحلقة اسألوا نفسكم:
آخر مرة خصصت وقت الابن لوحده كانت إمتى؟ آخر مرة سمعت غيرته من غير ما أزعق له كانت إمتى؟ الغيرة لو اتفهمت هتبقى جسر، ولو اتثابت هتبقى فجوة. الحلقة الجاية هنتكلم عن إزاي نبني شخصية صادقة من غير خوف ولا عقاب. لو حابين نكمل الرحلة خليكم معايا واعملوا اشتراك في القناة.